انا نروح لك بعيد. عندنا جار اللي هو معروف مخزن. ايوه كل السموم تاتي منه، لكن نسبه كبيره من السموم. اول بلد على مستوى العالم يراهو ينتج هذه المصيبه هذه. شنو؟ فكر على استراتيجيه كيفاش نحطم الجزائر. فكر امنيا مستحيل، عندنا امن قوي الله يبارك، مستحيل يدور بالامن، عندنا قمم امن قوي ومحترف، اذا الجهه هذه ما خصش يجوز. الجزائر وشنقريحه من هي قواتنا في المنطقه، هذا واش يعرف يهضر هذاك شنقريحه. نحارب الجزائر سياسيين ودبلوماسيين، مستحيل، عندنا دبلوماسيه قويه. فكر على عرق سونسيبل هو الشباب. الله يبارك، حتى لا دبلوماسيا ما نقدروش عليهم، وخير دليل داك العمامره جا غير شي 4 شهور ما فاتاش مع داك بوريطه ويمشي يستقل، وغيرهم الكثير من وزراء الخارجيه ديالهم. وعفاريت هادو اصاحبي. وحتى رياضيا مشى راوراوا، جا زفيزف مشى زفيزف، وجا ثاني وليد صادق، وغيمشي هاد وليد صادق وغيبقى القجع يتبورد عليهم تما. قجعت كاع راه نتايا القجع ديجا وحده يغلب دوله تاعنا بها بتبون بلارمي تاعها كيما دارت. يلا الاخوان كيف العاده حركوا لينا هذيك اللايك واللي وصلاتو الحلقه من الناس ديال الفيسبوك يطاقي الصديق ديالو السي المونتاج، غير الله يدوز هاد الحلقه ثاني بخير وصافي. نقول لك باللي اللي رجعوا في هذه الوضعيه سي غوارديولا. كيما لعب في الفينال. نو ما لعبش لا فينال، ما لعبش دومي فينال، من حاف لا فينال تاع الافان كوب هذيك. فهمت؟ انت تروح تهضر دوكا مع غوارديولا تقول له علاش نحيت محرز، يقول لك انا ديت تشامبيونز ليغ وديت لا كوب وديت كذا بلا محرز. محرز دا. لا ما فهمتنيش. وانتم دابا راه ما بقينا عارفين فين نشدوكم، وغير تفاهموا عباد الله غير بيناتكم، واش دابا محرز فخر الدكه دا ولا ما داش؟ راه حيرتونا. هادي راه حيرات. ماشي بعدا السي المونتاج شفت حتى واحد ما سول على اغلى لاعب في افريقيا، حتى صافي دغيا نسيتو السيد. حتى فين يبان شي حكيمي ولا محرز، حتى هذا راه مقيوم عليهم بغسيل الفندقه ودار السي المونتاج. الله ويروحوا العنابه، وتحياتي ناس عنابه، تحياتي ناس عنابه وتهضروا فيهم. هادو هما الفريق الفلسطيني في ارض الزعامه والرجال. يا رب يا رب يا رب ينصرهم، يا رب فلسطين، يا رب حرر فلسطين، الله اكبر يا رب. ويتو تريدي ولا تريدي. اعوذ بالله. وخالتي راه كيتفرجوا فينا العائلات. حتى لا ما تضحكش السي المونتاج، السيده زعما راه دارت ما في جهدها واستقبلاتهم اغلى ما كاين في القوه الضاربه، 2 حبات ديال التفاح و3 الليمونات، البنان ما بانش ليا. وحنا ذنوبنا على قجعه ودار السي المونتاج، هو اللي حرمنا. كنا حتى حنا غنشوفوا التبصيل ديال الديسير في كان 2025 كنت داو كيري ما شاء الله فاجاتنا بهذه السيارات اللي جابتها. والله نقول مبروك للشعب الجزائري انه قادر يملك حاليا، قادر يملك سياره جديده من عند شيري ما شاء الله. عقبال كل واحد باغي سياره كيما نقولوا الحمد لله. والتشبارك كتقلب تما السي مول الجلاب، هذيك راه طوموبيل راه ماشي عود برقي. والله سيارات ما شاء الله، معناها هي اللي فاجاتنا معناها بالسيارات اللي جابتها، معناها من ناحيه التجهيزات تاعها. قول والله هذا كوزين، هذا كوزين تاع الفيات. قول والله كراج تاع الحميز تاع اي واحد ميكانيسيان اكبر من هذا المصنع تاع التمسخير تاع وارن، جايبي لي براكه. حتى الناس الله يبارك راه باينه كيصنعوا السيارات تما، والعربو راه يبان لك غير من هذوك الطابليات اللي لابسين الشباب بيضين يا خو، تقول يلاه جابدينهم من الساشيات، غيتصوروا بهم تما وغيردوهم. الكازون داروه وداروا طابي روج وجابوا ناس لابسين طابليات بيضاء وجابوا كاميرا تصور فيهم وقال عندنا مصنع، وصدق يا الشعب وصفق. قبل ما ندوزو السي المونتاج عند خونا عبد المجيد، ما فيها باس وري الناس ديالك الناس اللي كيصنعوا السيارات ووريهم يشوفوا الاشكال والالوان. خلينا من خدمه الكراجات. ايوا سيادنا ناضوا الهكاوين من بعد ما خنشلوا الزليج والطاجين والقفطان المغربي حتى الفلوس طمعوا فيها. خنشلوا نعم سيدي 20 سنتيم اللي هي 4 ريال مغربيه. المشكل ماشي هنايا، العجيب في الامر انه هاد الطاقه الريحيه اللي كاينه في هاد الفلوس المغربيه ما كايناش عندهم هك في الجزائر. كنتو مازال ديروا شي طوابير مثلا. ام خيتي انا ساره صاري في الدوار، انا ساره صاري في الدوار. هذا راهم يبيعوه في الغبره ولا في الحليب ولا ما فهمش انا. اللوبيا ما كان، الحليب ما كان. بابا 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 فوزع في مولا البيرو ديك الدبزه راهي على الحليب. هذيك شكاره تاع الحليب، هذيك شكاره تاع الحليب ما فيها والو،
ما وفيه شويه خبره منين جايه من فرنسا مش حتى الجزائر. على ذكر سيدي هذيك فرنسا حتى هي اللي خالع الناس ديالو، راه قريبا غتدخل البيت طاع، راه حاليا كتلمح للمغرب. أكد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رجل استثنائي وأحد القادة الكبار الحكماء والمتبصرين، موضحا أن الأمر يتعلق بقضية تاريخ ومستقبل. بارك الله. وفي موضوع آخر أكد ساركوزي أنه لا يوجد سوى حل واحد ذي مصداقية للنزاع حول الصحراء المغربية، وهو الحل الذي تقدم به المغرب. سمعت يا أخويا عبد المجيد؟ وبين لي تاني بان عليهم شي كورونا تصحب هذاك السفير الجزائري من فرنسا تما من غدا حتى يعتذروا نعم سيدي عاد يرجعوا، ولا قول لي صورنا مع اسبانيا نصوروا عند فرنسا حتى. مباراة الكاميرون في ملعب مصطفى شاكا. ولا في مباراة الكاميرون في مصطفى شاكا. واش راه في المباراة هذيك؟ انا ما نتبعش الناس راهي تهضر اللي قال لك او قاسم او كسر الجزائر واعمل. انا بالنسبه لي قاسم كان حكم عادي. شتوها ولا ما شتوهاش؟ لكن احنا لو كان شدينا لي 20 سكوند هذوك الاخرين في المباراة لو كان ما كنا نتكاليفاو ورحنا للمونديال. حبيت تسمعها كيما تنحى ابراهيمي. كيفاش نتحمل هذا؟ واش غنديروا معاكم دابا ودان الناس ديالك؟ قولوا لي دابا نتوما وجهكم شحال ظلمتو مسكين داك القجيع باطلا، وصيفطتو ديك الصفيه مسكينه باركه تضرب في الطرقان بالليل وبالنهار حتى الكامبيا عند قسامه، في الاخر السيد طلع براءه. ونفس الشيء بالنسبه لعبد المجيد تبون، اذا استطاع ان يتحكم في العالم العربي مبروك عليه. هل نرفض ان تكون الجزائر زعيمه العالم العربي وهي التي تسير الشأن العربي؟ كما يقول لك الناس لا نكره هذا الشيء، نتمنى. يا ودي الله يهديك، تا واش عبد المجيد مسكين ما قدر يتحكم لكم حتى في العدس واللوبيا وغالبينو، عادي يتحكم لكم في العالم العربي. اصبر زيدوا نروحوا لجاني مليح، مازال جاي. صبروا بيت ب60,000 بلاطو. يا سبحان الله يا لطيف. الجزائر الجديدة. ماذا حدث في 4 سنوات من حكم تبون؟ لا شيء بكل بساطة، لا شيء. حتى لا والله يهديكم الشرفة وما نكروش ثاني. شوف السي عبد المجيد كان ناوي باغي يدخل البريكس، وكان ناوي باغي يدير المروك تنظيم كاس العالم، ولكن اهم حاجة هي النية. حقيقة الدبلوماسية الجزائرية حققت مكاسب او استعادت نقاط كبيرة كانت قد ضيعتها، خاصة على المستوى الافريقي ونشاطها على الاتحاد الافريقي وحركيتها وحشد الدعم الافريقي لحل مشاكل افريقية. الوعود من اللي دخل هو الوعود. عربيا عادت الجزائر بقوة وأرجعت معها القضية الفلسطينية على جدول الأعمال واحتضنت قمة لم الشمل الفلسطيني. ناضت كملت عليهم ألمانيا، حيث تجدد ألمانيا التأكيد على موقفها المتعلق بقضية الصحراء المغربية الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 مجهودا جادا وذا مصداقية من لدن المغرب وأساسا جيدا لحل مقبول من الطرفين. وخير دليل السر قراقي حاليا مدرب المنتخب المغربي راه كاين في الداخله كيدير دورة تكوينية تحت رعاية الكاف. ما أول حاجة فرحة كبيرة نكونوا في مدينة الداخلة. المرة الأولى يمكن الكاف برو كدار هنا. بغيت نشكر الناس ديال لا فيدراسيون. وفي الخبر الرياضي رسميا بقات شهر على انطلاق كاس افريقيا اللي كاينه في الكوت ديفوار. اش بان لكم نتوما الاخوان؟ انا بان ليا الكاس في الجيب بالرغم من الصعوبات، ولكن الجيب ديالهم. ايوا شوف انت عارف دابا جايه كاس افريقيا ان شاء الله. اول حاجه اللي بغينا نفرحوا الشعب بيان سور مغربي اللي كيستنانا كاس افريقيا. معرفه باك صاحبي راه كنت باك صاحبي سالينا ما غاديش تكون سهله بالحق اللي نقدر نقول. انا عارف الدراري ديالنا غيحطوا الجد ديالهم باش ان شاء الله يفرحوا البلاد. هل هذا سوف يعمق الازمه بين الفاف والكاف يزيد؟ لا ما ظنيتش. الفاف ما عندها حتى وزن في الكاف. صيروا ما عندكم ني افكار، ما عندكم لا دبلوماسيه موازيه. انت كي ما عندكش وزن ما يخافوش منك. اقوى جمهوريه في العالم الجزائر. جا موتسيبي مازال الاشرطه ولي فيديو قال لك صاحبنا وحنا اللي جبناه، حنا درنا موتسيبي. انت درت موتسيبي. واش مقوى عندك لا وزن ولا قوه باش تروح دير حاجه في لاكاف. احسن مثال انه افراد صوتوا على اون ريزوليسيون في 2021 ولا في 20 دارتها الاتحاديه المغربيه باش ما يخلوش جبهه البوليزاريو تكون عضو في لاكاف، والجزائريين صوتوا عليها. اليوم يجيو يقولوا الكولاسه. حتى لا دابا الناس ديالكم ساكن كيسحاب لهم الموافد ديالهم الا ما جاش لهذا حفل الجوائز ديال الكاف، غتنوض الكاف وغتقول لهم يا ودي غنأجلوا هذا الحفل هذا. والو واحد ما سامع بهم ساكن، خلى هذاك عمي لافروف ديال روسيا لا هيبه
لا وزن. ما عنده حتى قيمة. سمعة الجزائر دوليا صفر. على روحها الامارات تعتبر على روحها، يعني وش بقى دخل في السلاح ضدنا عن جنوب ليبيا وغزمان، يعني فاقوا أجهزة الأمن تاعنا، تحرض حوالينا، حاول تحرض تونس وموريتانيا باش يعزلونا. وقويت وقاسامة تآمر عليكم ما تأهلتوش للمونديال، لقجع تآمر علينا يا حقا حيد المحرز الكرة الذهبية. دابا خرجوا لينا تاني قال لك يا حقا الامارات كتدخل لينا الدقيق الابيض. هادشي كامل ودي السي المونتاج حيت الامارات وافقت رسميا على تمويل انبوب الغاز النيجيري المغربي. الله. وخير دليل ها هي الشروق خارجه كتبكي عليهم، كما ابانت نتائج زياره ملك المغرب عن حجم العداء الذي يحمله حكام الامارات للجزائر، حيث تعهدت ابو ظبي للرباط بتوفير التمويل لخط انبوب الغاز من نيجيريا. وبغض النظر على ان هذا المشروع ولد ميتا بتقديرات الخبراء، فان حشر ابو ظبي انفها فيه لا علاقه له بالتعاون الاقتصادي او اي معطى اخر سوى محاوله الحاق الاذى بالجزائر. اضيف لك المنتخب الوطني الجزائري، كيف لمنتخب كان بدون هزيمه في الموسم الجاري. زين تحدثنا عن غامبيا اقل شيء، يعني اذا تحدثنا عن تواجد حتى المغرب يا عماد، حتى المغرب والسنغال لم تضاهي الجزائر في هذا الموسم هذا. يلا وحرير هذه ودي السي المونتاج، هو التروبيو زعما اللي كان شويه بعقلو سخدات ليه الفرفاره. نتوما صابوكم رابحين غير جزر القمر والسيراليون بزز في بلادكم، وباغيين تقارنوا مع منتخب قصى اسبانيا والبرتغال في كاس العالم. هو التحكيم اوفيسيال، هو التحكيم يغيروا حنا يغيروا منا حنا باينه، يغيروا منا باينه. ما تساعدهمش زعما الجزائر كيديروا لا كوب دافريك امبوسيبل. التحكيم باينه اوفيسيال، غادي الكواليس غادي يلعبوا. ناض خرج نواف مسفر بنو هلال وكملها لهم وقال لهم حفيظ الدراجي كثير الشكوى والنواح، ظلم الفيفا، ظلم الاتحاد الافريقي، ظلم قسامه، ظلم سرقه الجوائز، ودابا زادوا الامارات. كل هذا ولم يتطرق لظلم الطوابير والسرقات في بلده. حتى الطوابير بان لي يوصلوا للعالميه وداس المونتاج الخليج ولاو سايقين لهم الخبار. لا حول ولا قوه الا بالله. كنتوا لاحظتوا الان هاي اول بطاقه. تبارك الله عليكم. اول بطاقه شتاء للسيده الجمهوريه كنتوا شفتوا. شفتهم دايرين غير تصوير السي عبد المجيد، فينا هو الزميل تاعو الفريق الاول. باينه غيك علينا داك المرضيتين. واخا لنفرض دابا مثلا في العهده الجايه طلع شي عضو من الاعضاء من غير السي عبد المجيد ولا رئيس ديال القوه الضاربه، شنو زعما غديروا؟ غتجمعوا كاع هاد البطائق اللي عند المواطنين وغتبدلوا فيهم الصوره ديال عبد المجيد ولا كيفاش؟ نروحوا عند عمك تبون. دكتور العربي يغويني، كنا نتحدث عن السياق الذي حبي. انا ما نقدرش نخلي حبي يمشي ورايا، لازم يمشي حذايا. تأتي فيه هذه الطبعة 31 من معرض الإنتاج. والله إلا سولت على كودا الفريق الأول قبيله قلت لهم شتو ما حضروش لينا الفريق الأول في السبيطار فينا هو. تقول لي ملقيت السي عبد المجيد. ترى هادشي باش كيعجبني أنا الفريق الأول ديما واقف على شغله. العالم كامل عنده رئيس غير الجزائر. الجزائر عندها زوج رؤساء، واحد اسمه شنقريحة وواحد اسمه تبون.